اي شخص ابوه امه غصبوا عليه بالجواز تسمع من اخوك؟ ما تتجوزش. اسمع من اخوك والله، اصل هتتجوز واقل مشكله انت يابا اللي اجبرتني، انت ياما اللي اجبرتيني، صح ولا انا غلطان؟ لكن لو انت اختيارك بنفسك انت اللي هتلوم نفسك بنفسك. بس ما تجيش عليها، لو ابوك او امك اختاروها لك ما تجيش عليها، اسمع مني والله العظيم. انت اللي برضك يعتبر نص في المية اللي انت اللي مختارها. اصل ما فيش حد بيأكبر حد على ايده وبيضربه كده ويقول له لا هتتجوز يعني هتتجوز، لا طبعا. في نقط غريبه كده لازم تفهمها. هتقول لي يابا انت اللي اجبرتني وياما انت اللي اجبرتيني، لا هو انا اقول لك لا. ليه؟ ما اكيد امك او ابوك هم اللي مجهزينك، عشان كده انت سمعت كلامهم. ما هم لو هم مش مجهزينك انت مش هتسمع كلامهم، صح ولا انا غلطان؟ ما تقولش بقى اسمع كلامهم عشان ربنا وسع. صدقني في الحياه اللي احنا عايشينها دي ما تجيش تقول ربنا ومش ربنا. اصل الحياه اللي احنا عايشينها دي لو انت مش عايز اي حاجه مش هتعملها، مش هتعملها، صح ولا انا غلطان؟ بس ما تكبرش بنت الحلال اللي معاك اللي انت تشتمها وتهينها. اصل ابويا اللي مختارك، اصل امي اللي مختاراكي. لا بلاش الشغل العيال ده، عشان احنا فاهمينه كويس ودارسينه يعني. احنا مش صغيرين او مش عيال. انا بفهمك انت ليك وللزمن، صح ولا لا؟ مش امك تختارها تروح انت طلع عين ابوها، ولا ابوك اللي مختارها طلع عين ابوها. صدقني والله بنت الاصول عاملها كويس. مش معنى اللي امك وابوها اختاروها تروح معاملها وحش، لا. عاملها بما يرضي الله زي ما قلت قدام المزنون او من ربنا وصلنا عليهم، صح ولا انا غلطان؟ احلى مسا عليك يا صاحبي، انا فاهمك يالا.